تخيل قرار واحد من المحكمة العليا في أمريكا يقلب سوق الذهب في العالم كله. إيه اللي حصل وخلى الأسعار تتحرك فجأة؟ المحكمة العليا الأمريكية رفضت الرسوم الجمركية الشاملة اللي كان فرضها دونالد ترامب على السلع المستوردة، والقرار ده خلى الأسواق تتحرك فورا وخصوصا الذهب. الرسوم دي كانت من أسباب ارتفاع الذهب لمستويات قياسية من بداية 2025، لكن بعد الرفض شفنا تراجع طفيف حوالي 10 دولارات في سعر الأونصة قبل ما الذهب يرجع يرتفع تاني ويسجل حوالي 5070 دولار للأونصة حسب بيانات بلومبرج. خبراء الذهب في مصر شايفين ان التأثير محدود، لان كل اسباب ارتفاع الذهب لسه موجودة، من توترات جيوسياسية لحالة عدم يقين في الاقتصاد العالمي. يعني باختصار قرار المحكمة هدى السوق شوية، لكنه مش كفاية يقلب الاتجاه بالكامل. هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية أكد ان مفيش توقعات بانخفاضات حادة الفترة اللي جاية، لان الذهب دايما بيعتبر مخزن قيمة، ونصيحته ان اللي يشتري ذهب يستنى سنة على الاقل قبل ما يفكر يبيعه علشان يتجنب اي خسائر. ونادي نجيب كمان شايف ان 2026 لسه اتجاهها صعودي، وممكن نشوف ارقام قياسية جديدة خلال السنة. ودلوقتي قول لنا رأيك ايه في اسعار الذهب في مصر.